في سنة 2003 في كوريا الجنوبية، وبالتحديد في العاصمة سول. الساعة كانت 7 الصبح، وفي الوقت ده كان في عدد من الطلاب داخلين المدرج جوه الجامعة علشان يحضروا المحاضرة بتاعتهم، والمفروض ان دي محاضرة مهمة جدا من البروفيسور يوكو. الطلاب كلهم دخلوا المدرج وقعدوا في اماكنهم، ويمر الوقت والبروفيسور يوكو ملوش اي اثر. يعدي ساعة واتنين، وقت المحاضرة خلص والدكتور يوكو مالوش اي اثر، مجاش. والموضوع ده غريب لان هو اصلا اللي مأكد على الطلاب انهم يحضروا لانها محاضرة مهمة قوي. في الاثناء دي الطلاب كانوا مستغربين، ولكن هم كبروا دماغهم وقالوا اكيد عنده ظروف، بكرة هيجي يوضح لنا كل حاجة. وفعلا في اليوم اللي بعده الطلاب جم ودخلوا المدرج وقعدوا، ويمر الوقت والدكتور يوكو مالوش اثر، مجاش. هنا الطلاب شكوا ان في حاجة غلط، وعلى طول خدوا بعضهم جري وطلعوا الرئيس الجامعة بلغوا كل حاجة. اول ما رئيس الجامعة سمع الكلام ده استغرب، لان دي مش من عوايد الدكتور يوكو. الدكتور يوكو اصلا ما بيتأخرش عن المحاضرات بتاعته، فازاي يغيب يومين ورا بعض من غير ما يبلغوا؟ وعلى طول مسك التليفون ورن عليه، فضل يرن ويرن، ولكن ما كانش فيه اي رد او استجابة. فقال خلاص اكيد الراجل عنده ظروف شديدة قوي، فلو ما جاش بكرة وحصل نفس اللي حصل انا هبلغ الشرطة. وفعلا في اليوم اللي بعده الدكتور يوكو ما كانش له اي اثر، وعلشان كده رئيس الجامعة قام جاي مبلغ الشرطة وحكى لهم الوضع. وعلى طول اتحركت عربية شرطة لبيت الدكتور يوكو، واللي كان موجود في حي راقي قوي. عربية الشرطة وصلت ونزل الضابطين قربوا من الباب وقعدوا يخبطوا. فضلوا يخبطوا ويرنوا الجرس، ولكن ما كانش فيه اي رد خالص. وعلشان كده الضابطين اللي كانوا موجودين قرروا انهم يقتحموا البيت. ففي ضابط لسه بيمسك مقبض الباب علشان يزق الباب بكتفه، اتفاجئ ان الباب اصلا مفتوح. ففتحوا الباب ودخلوا، انصدموا بريحة قذرة جدا مقابلهم في وشهم، ريحة صعبة قوي وكمية دبان مش طبيعية، والبيت كان مظلم وكئيب، في كده طاقة ظلام. ويا دوبك الضابطين دخلوا للصالة يشوفوا أرعب منظر في حياتهم. وتبدأ من هنا مطاردة أكبر سفاح في تاريخ كوريا الجنوبية. راجل واحد كان سبب في نشر الرعب في دولة كاملة، وكان سبب إنهم يعملوا عنه أفلام ومسلسلات كتير قوي. والغريب في أحداث القصة دي إنها مغامرة، ونهايتها صدمة قوي قوي قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في البداية قصتنا عنيفة شوية، لا مش شوية، ده شويتين 3. فلو انت بتخاف وقلبك حساس القصة دي مش ليك، انما لو انت قلبك جامد فهيئ الجو كده وقوم اعمل لك حاجة تاكلها، علشان ورانا مغامرة وقصة ممتعة قوي. قصة النهاردة من اول دقيقة لاخر دقيقة احداثها ممتعة جدا، والنهاية صدمة. ان شاء الله يكون الفيديو ممتع، وعايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك، ويلا بينا. زي ما قلت لك من شوية الضباط دخلوا لبيت الدكتور يوكو، ولما دخلوا قابلتهم ريحة صعبة ودبان، والأجواء كانت كئيبة. وأول ما دخلوا للصالة شافوا المنظر المرعب. الدكتور يوكو كان واقع على الأرض وجنبه مراته، والاتنين مقتولين. الأرض حرفيا كانت غرقانة بالدم، ولكن منظر الجثتين ما كانش طبيعي. وده لأن الجثتين الراس كانت متهشمة معجونة. لما الضابطين شافوا المنظر ده قدامهم خرجوا جري من البيت وهم مرعوبين، وفورا بلغوا الدعم والطب الشرعي والمعمل الجنائي. وبعد لحظات الدنيا اتقلبت حرفيا. وصل عدد من المحققين وضباط الدعم، وكان معاهم افراد الطب الشرعي والمعمل الجنائي. كلهم دخلوا للبيت وبدأوا يفحصوا مسرح الجريمة. ركز لي بقى في اللي جاي. اكتشفوا ان الجثتين كان فيهم عدد كبير من الطعنات، ولكن مش ده السبب في موتهم. السبب ان هم اتخبطوا خبطة قوية على دماغهم كانت كفيلة انها تفرتك الجمجمة، دي اللي قتلتهم. المحققين استغربوا من التقرير، فبدأوا يدوروا في جميع ارجاء البيت على اي دليل يقودهم للي عمل كده. فضلوا يلفوا يمين وشمال هنا وهنا، وملاقوش غير دليل واحد، وكان عبارة عن اثار جزمة مطبوعة على الارض. فلما جم يطبقوا مقاس اثار الجزمة دي بجزمة الدكتور ومراته لقوا ان مفيش تطابق، اذا دي جزمة القاتل. ده الدليل الوحيد اللي هم لقوه. خد عندك بقى ان كل المحققين اللي كانوا جوه البيت شافوا منظر خلاهم مرعوبين. اثناء ما هم بيفتشوا في البيت على دليل
لقوا إن دولاب الدكتور كان مفتوح، ولما دوروا في الدولاب وفتشوه لقوا صندوق مليان مجوهرات وفلوس بقيمة 60,000 دولار. والصندوق ده كان ظاهر أي حد ممكن يشوفه، ولكن الصندوق ما اتلمسش، مفيش أي حاجة اتسرقت منه. بالإضافة كمان إن كل الأغراض الثمينة اللي كانت جوه البيت زي ما هي ما اتسرقتش. وبكده نقدر نقول إن الهدف من الجريمة دي مش السرقة، أكيد الهدف من الجريمة دي الانتقام. في شخص بيكره الدكتور قوي ومراته لدرجة ان هو عايز ينتقم منه، وانتقم. وعلى طول المحققين بدأوا يستجوبوا الجيران وقرايب الدكتور، لقوا كمان الطلاب اللي كان بيدرس لهم في الجامعة، يسألوهم ويقولوا لهم هل الدكتور أعداء؟ هل كان ليه مشاكل مع حد؟ هل في حد كان بيكرهه؟ لكن ردهم كان صادم للمحققين. قالوا لهم الدكتور كان إنسان طيب وغلبان، ملوش أي عداوات مع حد. قال ده احنا كده بقى قدام جريمة كاملة، مش معانا ولا خيط. مركز الشرطة وكل الضباط كانوا هيتجننوا، يعني ازاي؟ وفضلت القضية شغالة ومفتوحة، ويعدي يوم واتنين وتلاتة، عدى 7 أيام بدون أي تقدم ملحوظ، مفيش أي حاجة عملوها. بعد حوالي أسبوعين، وبالتحديد يوم 9 أكتوبر سنة 2003، وصل اتصال لمركز الشرطة. لما الضابط رفع التليفون ينصدم براجل عمال يعيط ويصرخ وبيقول له الحقوني، أنا فتحت البيت لقيت عيلتي كلها مقتولة. الضابط لما سمع المكالمة انصدم وبدأ يهدف الراجل ويقول له انت مكانك فين؟ قول لي بس موقعك. قام الراجل قال له بيتي موجود في منطقة في المدينة اسمها جوجي دونج. طبعا دي منطقة يعتبر من أغنى المناطق في كوريا الجنوبية. على طول الضابط قفل معاه واتحركت عدد من عربيات الشرطة للمنطقة دي. الضباط أول ما وصلوا لقوا الراجل اللي كان رنن عليهم واقف قدام البيت وعمال يعيط جامد، فدخلوا كلهم. وأول ما دخلوا قابلتهم طاقة سلبية والبيت كان كئيب قوي. بمجرد دخولهم للبيت انصدموا بدم موجود في كل حتة، ولما بدأوا يفتشوا شافوا المناظر اللي كانت مرعبة. عايزكم تركزوا معايا. الشرطة لقت أم صاحب البيت وأبوه كانوا واقعين على الأرض جنب بعض في الحمام ومقتولين، وكانت دماغهم معجونة. وفي الدور التاني وبالتحديد في المطبخ لقوا مرات صاحب البيت وقع على الأرض وميتة ودماغها معجونة. أما بالنسبة لابنه فلقوه برضه في الدور التاني في أوضته نايم على السرير ودماغه معجونة. الضباط كانوا في حالة صدمة، مش قادرين يحددوا ايه سلاح الجريمة، السلاح اللي ممكن يعمل الضرر ده كله. وكانوا برضه مستغربين انهم لما بصوا على البيت لقوا كل حاجة في مكانها، ما كانش فيه اي اثر للمقاومة. يعني هو للدرجة دي القتل ده قوي لدرجة ان مفيش اي مقاومة؟ قتل 3 افراد من غير ما يحصل اي اشتباك. ففي الاثناء دي المحققين قالوا اكيد الشخص اللي عمل كده قريب من العيلة دي، ووجهوا كل شكوكهم على الزوج اللي هو صاحب البيت الراجل اللي بلغ. قالوا احتمال ان هو يكون عمل كده، ليه لا؟ وبدأوا يستجوبوه. اصلا هو كان في حالة صدمة، الراجل لسه ميت له ابوه وامه ومراته وابنه، الراجل لوحده كان مصدوم. فبدأوا يستجوبوه. الراجل ده كان اسمه جون وان كو. جون كان رجل اعمال وراجل عنده بيزنس وناجح ومعروف ومشهور وسط الناس ان هو راجل اجتماعي واخلاقه عالية وما بيعملش اي مشاكل مع حد. الشرطة لما استجوبته لقوا ان هو فعلا بريء، مفيش ولا دليل ضده، وكمان الراجل بريء. فبدأ الضباط يتحروا عنه اكتر ويبحثوا عن دايرته والناس اللي حواليه علشان يشوفوا هل ليه اعداء، هل لجون اعداء، لان الجريمة عنيفة قوي. بس بعد ما الشرطة حققوا في كل حاجة ما لقوش للراجل اعداء ولا لقوا اي خيط. دول كمان لما فتشوا في البيت ما لقوش اي حاجة اتسرقت. جريمة زي دي خلت المحققين محتارين. طب الموضوع باين ان هو عنيف وباين ان هو انتقام والراجل ملوش اعداء ومفيش حاجة اتسرقت، ده احنا كده قدام جريمة كاملة، ايه اللي بيحصل؟ وطبعا في الاثناء دي جون كان في حالة يرثى لها. الراجل كان بيقعد في البيت ويقعد يصرخ ويكلم نفسه ويقعد يعيط بصوت عالي. بعد اللي حصل الراجل اتجن. زي ما قلت لك من شوية ان الشرطة لما فتشوا في البيت ودوروا ما لقوش اي حاجة اتسرقت ولا لقوا اي دليل، ما عدا حاجة واحدة غريبة اللي لقوها، آثار حذاء على الأرض. ولما جم يقارنوا مقاس الآثار دي بكل الجزم اللي في البيت ما كانش في تطابق. إذن دي آثار جزمة القتل، نفس الجريمة اللي حصلت مع الدكتور يوكو من أسبوعين. لكن الغريب بقى إن الضباط ما كانوش يعرفوا عن الجريمة اللي حصلت من أسبوعين دي أصلا، يعني هي في حتة تانية خالص بعيدة. بس أثناء ما المحققين عمالين يدوروا ويبحثوا ويتحروا في بيت جون،
ينصدموا بعربية شرطة جاية من مركز بعيد خالص تحقق معاهم. وعربية الشرطة دي كان فيها محققين ماسكين قضية البروفيسور يوكو. الأخبار وصلتهم عن الجريمة دي وإنها شبه الجريمة اللي حصلت للدكتور يوكو، فعلى طول جابوا عربية وجم بنفسهم علشان يحققوا ويشوفوا فعلا هل في تشابه ولا لا. وانصدموا إن في تطابق وتشابه بين الجريمتين، إن الرؤوس مخبوطة بنفس الأداة. طب ايه الأداة دي؟ مش قادرين يحددوا ولا يعرفوا اتخبطوا بايه. المهم المحققين اللي كانوا ماسكين قضية الدكتور يوكو وصلوا عند بيت جون وفهموا الشرطة وقالوا لهم حصل 1 2 3. طبعا الشرطة اتصدمت وقالوا لهم فعلا الجريمتين شبه بعض، بس مفيش اي رابط ما بينهم، لا ده يعرف ده في منطقة وده في منطقة تانية. كده نقدر نقول ان الشخص اللي ارتكب الجريمتين دول شخص واحد، بس هو مين وعمل كده ليه وأداة الجريمة اللي استخدمها كانت عبارة عن ايه؟ ده اللي كان مجنن الشرطة. ايه الأداة اللي هو استخدمها؟ دول حتى عملوا اختبارات، جابوا دماغ خنزير وجربوا عليها شاكوش ومطرقة وفاس علشان يشوفوا الضرر اللي بتسببه الأدوات دي كلها نفس الضرر اللي كان على الضحايا، ولقوا في اختلاف. الضرر اللي كان على رؤوس الضحايا أشد بكتير، فما كانوش قادرين يوصلوا لأداة الجريمة. الراجل اللي قدامك ده اسمه يونج إلكون، ويعتبر أشهر وأشطر محلل جنائي في الشرطة الكورية. الراجل ده كان يمسك ملف أي مجرم مجهول يقدر يحدد شخصيته من خلال الملف. المحلل أول ما مسك ملف القضيتين وقرأهم كويس قال للشرطة إن مرتكب القضيتين دول والجريمتين دول شخص واحد. ومن خلال تحليلي فالمجرم ده استهدف بيتين من الطبقة الثرية، من الطبقة الغنية، وده معناه ان الشخص ده بيكره الاغنياء قوي وحامل جواه كره ليهم. بيكمل المحلل وبيقول انا خايف من حاجة، الراجل ده ارتكب الجرائم بشكل عنيف وما سرقش، وده معناه ان هو ممكن يتحول لقاتل متسلسل. ممكن يكون الشخص ده جاي من طبقة فقيرة وحصل له موقف من صغره خلاه يكره الأغنياء، فكون جواه كمية كره وحقد تجاههم لدرجة ان هو بقى هيبدأ يطبق العدالة. وخلينا اقول لكم ان كلام المحلل ده هيطلع صح لما حصلت الجريمة الثالثة. بعد اسبوع واحد من الجريمة الثانية الشرطة ينصدموا بالجريمة الثالثة، واللي كانت موجودة في نفس الحي اللي مات فيه الدكتور او البروفيسور يوكو. الشرطة لما راحوا للبيت ودخلوا لقوا نفس الأجواء اللي كانت كئيبة ومظلمة. وبعد ما حللوا وفحصوا مسرح الجريمة قدروا يتوقعوا إن المجرم دخل عن طريق الشباك وبعدين سحب الضحية اللي كانت عبارة عن ست عجوز، دخلها الحمام وضربها على راسها بالشيء الغريب اللي معاه فارتك لها دماغها، والضحية دي كانت من الطبقة الغنية. المهم المحققين بدأوا يدوروا في كل زاوية في البيت على أي دليل لكن بدون أي أثر، وعلشان كده طلعوا للجنينة وبدأوا يفتشوها، وهناك لقوا دليل واللي كان عبارة عن آثار حذاء برضه موجودة فوق واحد من المكيفات، وده أكد لهم إن القاتل طلع فوق المكيف ده ودخل من الشباك. على طول الشرطة لما لقوا أثر الجزمة دي قاموا جايين مقارنينها بآثار الجزمة اللي لقوها في الجريمة الأولى والتانية، وانصدموا إن التلاتة متطابقين، ده شخص واحد فعلا. وهنا اتحقق أسوأ كابوس بالنسبة للشرطة، إنهم دلوقتي بيدوروا على إيه بقى؟ سفاح وقاتل متسلسل. ليه أنا بقولك إن ده أسوأ كوابيس الشرطة؟ لأن القاتل المتسلسل بيختار الضحايا بتوعه بطريقة عشوائية خالص، بطريقة عشوائية تماما. ممكن يموت واحد هنا أو واحد هنا وانت مش قادر تمسك عليه دليل، فكل التحركات بتاعته مش مخططة، فالموضوع بيكون صعب قوي في التحقيق. نرجع تاني، في الأثناء دي الأخبار انتشرت والدنيا اتقلبت في كوريا الجنوبية. الصحافة بدأت تنشر وتتكلم إن في سفاح وقاتل متسلسل متجول في الشوارع. الرعب انتشر وسط الأهالي والخوف بقى في قلوبهم، والشرطة أصلا في الوقت ده ما كانوش عايزين الموضوع يوصل لكده، لأن هم عارفين إن الناس هتترعب. أصلا كوريا الجنوبية حتة إن يكون في سفاح أو قاتل متسلسل فيها ده شيء نادر مستحيل، لأن أول قاتل متسلسل في كوريا الجنوبية كان سنة 1994، ما ظهرش بعدها حد خالص، فيظهر واحد في سنة 2003 الموضوع غريب. المهم استمر التحقيق ولكن بدون أي تقدم في القضية خالص، والشرطة كانوا قاعدين مرعوبين في انتظار الجريمة الرابعة. هم عارفين إن في جريمة جاية كده كده، لكن المفاجأة بقى إن عدى أسبوع واثنين وثلاثة، عدى شهر بدون أي جرائم. هنا الشرطة قالوا أكيد السفاح لما عرف الأخبار وشافها حس بالخوف وقال خلاص أنا هعتزل، لكن ما كانوش يعرفوا إن الصدمة جاية. في يوم 18 نوفمبر سنة 2003
حصلت جريمة جديدة. قوات الطوارئ استجابت لبلاغ ان في حريق في بيت مكون من طابقين، البيت كله عمال يولع، والبيت ده كان موجود في حي اسمه يوها دوم، وكان يعتبر من احياء الثرية برضه. طبعا المطافي وصلت وطفوا البيت، ولما الحريقة انطفت دخل القوات علشان يشوفوا ايه اللي جوه البيت بقى، ايه اللي اتحرق، واكتشفوا جثتين. الجثة الأولى كانت لصاحب البيت، راجل كبير في السن عنده 87 سنة، والجثة التانية كانت للخدامة، ست عندها 50 سنة. ولقوا كمان طفل عنده سنة واحدة، لكن الطفل ده نجا بأعجوبة. في البداية المحققين قالوا إن دي حادثة عادية، ولكن لما جم استدعوا الطب الشرعي وبدأ يفحص الجثتين انصدموا والكلام اتغير خالص. الطب الشرعي قال إن الجثتين دول ما ماتوش بسبب الحريق، دول ماتوا بسبب خبطة قوية جدا على راسهم كانت كفيلة تفرتك الجمجمة. هنا الضباط بدأوا يربطوا الجريمة دي بالجرائم اللي قبل كده، بس ما كانش عندهم دليل، ولكن فجأة ظهر الدليل. أثناء ما هم عمالين يدوروا يمين وشمال يلاقوا أثر جزمة، حذاء، طبعة حذاء على الأرض. لما جم يقارنوا مقاس الآثار دي بمقاس الآثار اللي كانت عندهم، آثار الجزم، لقوا إنهم متطابقين. إيه ده نفس الشخص. وبكده تكون اتأكدت كل الشكوك. خلاص احنا كده بندور على قاتل متسلسل ولازم نطلع نحذر الناس. وفعلا طلع رئيس الشرطة وقال للناس يا جماعة احنا فعلا بندور على سفاح. بعد ما الأخبار دي انتشرت، حكومة كوريا الجنوبية عملوا مركز مخصص للقضية دي، بنوا مركز شرطة مخصص للقضية دي، ووظفوا أكتر من 170 محقق، وكان يعتبر أكبر تحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية. وشارك في التحقيق ده عدد كبير جدا من ضباط الشرطة، وتوزعوا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. كانوا عاملين نقاط تفتيش، أي عربية تعدي يفتشوها، أي راجل ماشي في الشارع يفتشوه. كانوا موزعين نفسهم في كل مكان، وخصوصا في الأماكن اللي حصل فيها الجرائم. دول كمان جابوا عدد من المتخصصين وبدأوا يتتبعوا التليفونات اللي كانت قريبة من الضحايا. يعني كل بيت حصل فيه جريمة المتخصصين دول بدأوا يبحثوا ويشوفوا التليفونات اللي كانت حواليه قبل الجريمة. عملية كانت صعبة ومعقدة، لكنهم ما وصلوش لأي حاجة من خلالها. وبرضو المحققين قالوا إن المجرم ده بيرتكب جرائمه في مناطق الحروف بتاعتها حروف أبجدية، وقعدوا يحللوا ويتوقعوا المدينة الجديدة اللي هيحصل فيها الجريمة. الراجل حرفيا جننهم، وبالرغم من كل الجهود دي وكل الحاجات اللي هم عملوها ما وصلوش لخيط ولا دليل. بس لحسن الحظ في ضابط لاحظ ان في كاميرات مراقبة كانت قريبة من البيت الرابع، البيت اللي حصل فيه الجريمة الرابعة، البيت اللي اتحرق. ولما رجع كاميرات المراقبة دي لقى في راجل ماشي في الشارع بعد الجريمة بالظبط. الراجل كان ماشي لوحده في الشارع بعد الجريمة. واللقطة اللي ظاهرة قدامكم دي صورة حقيقية للراجل اللي كان ماشي في الشارع لوحده. بس على الرغم ان اللقطة دي ما كانتش ظاهرة اي ملامح من الشخص وكانت من ظهره، الا ان الشرطة استخدمتها وخدتها. راحوا سألوا بيها اهل الضحية الرابعة وسألوهم انتوا عارفين الشخص ده؟ عمركم شفتوه؟ ردوا على الشرطة وقالوا لا ما نعرفوش، لكن الجاكيت اللي هو لابسه احنا عارفينه، الجاكيت ده بتاع ابونا. كده تكون الشرطة اتأكدت بقى ان ده المجرم الحقيقي. وعلى الرغم ان الصورة ما كانتش واضحة وكانت من الظهر، الا ان الشرطة كانوا مبسوطين انهم قدروا يمسكوا دليل جديد. خلاص بقى عرفنا شكله اهو. وكانوا مترددين هل ينشروا الصورة دي ويعمموها ويعرفوا الناس ان ده المجرم وده القاتل، ولا يخلوا الصورة معاهم ومحتفظين بيها. كانوا بيقولوا احنا لو نشرنا الصورة دي المجرم ممكن يغير من شكله ويستخبى ويرتكب جرائمه وهو بيتفادى كاميرات المراقبة، ياخد حذره اكتر. انما لو خبيناها واستخدمناها لنفسنا هو مش هيكون عارف حاجة. وكان برضو في محققين في الشرطة بيقولوا لا احنا لازم ننشرها علشان نخوفه، خلاص احنا مسكنا عليك دليل اهو، اختفي بقى. ولكن في النهاية خدوا القرار التاني ان هم هينشروا الصورة، وممكن المجرم فعلا يخاف ويبطل الجرائم بتاعته. وبالفعل نشروا الصورة وعمموها في كل مكان، وقالوا للناس لو قدرتوا تتعرفوا على الشخص ده من ظهره او عارفينه بلغوا الشرطة، واللي هيبلغ الشرطة ليه مكافأة 40,000 دولار. وعلى غير المتوقع بعد نشر الصورة الجرائم فجأة وقفت. ايه ده خطتنا نجحت والمجرم فعلا خاف، الجرايم وقفت. الشرطة كانوا مستنيين جريمة تحصل في اي وقت، لكن فعلا الجرايم وقفت. ويعدي شهر واثنين وثلاثة مفيش اي جديد، لحد ما بدأنا ندخل في سنة 2004. في اوائل سنة 2004 بدأت
تحصل جرائم من نوع جديد ومختلف تماما عن الجرائم الأولى. أنا عايزكم تركزوا كويس أوي في الجرائم اللي جاية دي. في بداية سنة 2004 بنت عندها 25 سنة كانت راجعة من الحفلة ومروحة بيتها، وأثناء ما هي في طريقها لبيتها الشارع كان فاضي، كانت الساعة 12 بالليل، يطلع عليها واحد من ظهرها وقام جاي مخلص عليها بالسكين، طعنها عدة طعنات في رقبتها، خلص عليها. بعدها على طول بكام يوم وفي نفس المنطقة اللي هي العاصمة سيول، بنت كانت راجعة من الجامعة الساعة 9 بالليل ودخلت في شارع كان فاضي نوعا ما، طلع عليها راجل من ظهرها وخلص عليها بالسكينة في رقبتها. وما يعديش كام يوم في ست كانت ماشية في الشارع لوحدها، يطلع عليها راجل من ظهرها برضه يخلص عليها بالسكينة. والموضوع ما وقفش على كده، ده كان كل أسبوع أو أسبوعين يلاقوا ضحية جديدة ميتة بنفس الطريقة، واحدة في الشارع مرمية علشان طعنات في جسمها. في الأثناء دي الشرطة والمحققين كانوا مستغربين، ده في نمط متكرر بيحصل كل أسبوع وأسبوعين، ست بتكون ماشية في الشارع لوحدها وبعدين تموت. ألا ده احنا كده بندور بقى على سفاح قاتل متسلسل، وده معناه ان في قاتلين متسلسلين بندور عليهم في نفس الوقت. اصل الجرائم دي معلش مختلفة تماما عن الجرائم بتاعت الاغنياء، دي بنات ماشية في الشارع لوحدهم، اما دول ناس كبار في السن اغنياء قاعدين في بيوتهم. ففي محقق قال ان ممكن يا جماعة يكون ده نفس السفاح بس غير نمطه، غير الطريقة بتاعته. لكن رد عليه المحققين وقالوا له ده نمط وده نمط تاني مختلف تماما. فكان المحققين في حيرة، هل ده نفس السفاح ولا هما اتنين في نفس الوقت؟ عايزكم تفتكروا نوع الجرائم ده بتاع النساء اللي ماشي في الشارع علشان هنحتاجه في اخر الفيديو. طبعا المحققين والضباط انتشروا في كل ركن في المدينة ووزعوا نفسهم، وكان في عدد كبير جدا من الضباط متخفيين، عدد كبير جدا منتشر في كل حتة على مدار 24 ساعة. يعني تكون ماشي في الشارع عادي خالص، فجأة يطلع عليك واحد لابس هدوم مدنية يقول لك انا ظابط ويسألك ويفتشك. كانوا عاملين فعلا مجهودات جبارة، ولكن بالرغم من كل المجهودات دي ما وصلوش لأي تقدم أو أي حاجة. ويمر الوقت، يعدي أسبوع واثنين وثلاثة، وفجأة الجرايم بتاعت النساء دي وقفت. فجأة كده الجرايم دي وقفت، ما بقتش تحصل. طبعا المحققين كانوا عارفين ان السفاح ده مش هيبطل، واكيد في نوع تاني هيظهر من الجرايم، وده اللي حصل فعلا. في شهر مارس سنة 2004 بدأ يحصل نوع جرائم جديد، نوع مختلف تماما عن النوعين اللي قبل كده، نوع سهل تماما ومريح قوي وهيساعده ان هو يخلي الضحايا بتوعه اكتر واكتر. ليه بقى؟ لان الجرائم الجديدة دي كان بيختار فتيات الليل. خليني اقول لك بقى ليه فتيات الليل الجرائم بتاعتهم بتكون اسهل للسفاحين. اولا لان محدش بيسأل عليهم، ثانيا لان شغلهم غير قانوني، لو حد بلغ عن اختفائهم الضباط ممكن يتحركوا وممكن لا، ممكن يقولوا اكيد البنات دي طفشت او راحت لاي مكان ما احنا مش عارفين، كده كده اهلهم اصلا ما بيسألوش عليهم. تالت حاجة ان فتيات الليل سهل قوي انك تستدرجهم، سهل قوي انك تاخدهم لمكان معزول وتخلص عليهم من غير ما حد يشوفهم ولا حد يعرف عنهم. فاللي حصل في شهر مارس سنة 2004 إن أصحاب الكازينوهات بدأوا يلاحظوا اختفاء عدد كبير جدا من فتيات الليل، عدد كبير قوي بيختفي من فتيات الليل، يعني يمكن كل أسبوعين يلاحظوا 4 اختفوا. في البداية أصحاب الكازينوهات قالوا البنات دي بيروحوا بيطفشوا، ممكن يروحوا لأهلهم أو يمشوا خلاص زهقوا من الشغلانة. بس الموضوع زاد عن حده، يعني ايه 15 بنت يختفوا في 3 أسابيع بس؟ فاللي كان بيلاحظ الاختفاءات دي هم اصحاب الكازينوهات. هتقولي طب هم ليه ما بيروحوش يبلغوا الشرطة؟ هقول لك لان اصلا الشغل ده كان غير قانوني في كوريا الجنوبية، فهو لو راح بلغ الشرطة تقبض عليه، تقول له طب انت فاتح كازينو ليه اصلا؟ وكمان زي ما انا قلت لك اصحاب الكازينوهات دول بيفكروا ان البنات دول طفشوا، مشوا، سابوا الشغل بدماغهم، فالموضوع كان محير. ولكن في مدير كازينو شك في الموضوع، حس ان في حاجة غلط. مدير الكازينو ده كان شغال شرطي سابق، اختفى من عنده 12 بنت في خلال شهر. فحط الموضوع في دماغه وجاب ورقة وبدأ يسجل فيها أسماء البنات اللي اختفت بكل أرقام تليفوناتهم، وخلى الورقة دي معاه، وأي بنت تختفي جديد يحط اسمها ويحط رقم تليفونها، لحد يوم 15 يوليو سنة 2004. في اليوم ده مدير الكازينو اللي هو كان ضابط شرطة قاعد في المكتب بتاعه عادي، ويتفاجئ ان تليفونه بيرن. فمسك التليفون، ينصدم ان الرقم اللي بيرن ده متسجل عنده في الورقة ان هو رقم بنت اختفت من شهر، بنت مختفية بقالها شهر. فمسك التليفون وفتح، قاله، يلاقي راجل بيكلمه بيقول له ايوه
انا كنت طالب منك بنت وعايزها تجيلي، عايز بنت من عندك من الكازينو وتجيلي. طبعا دي كانت غلطة كبيرة قوي من المجرم ان هو استخدم تليفون مش بتاعه. هنا مدير الكازينو او الشرطي السابق انصدم، بس هو جرى الراجل ده، خده على هواه وقال له تمام، لما البنت تجهز انا هرن عليك، وقفل معاه الخط. وكان متأكد 100% ان ده المجرم الحقيقي اللي ورا كل الاختفاءات اللي بتحصل لهم. ده الراجل اللي مخلي فتيات الليل تختفي من عنده. ما هو ايه اللي جاب رقم البنت اللي اختفت عندك؟ المهم لما مدير الكازينو ده اللي هو الشرطي السابق قفل مع المجرم، قام جاي رانن على صديقه محقق لسه شغال في قسم الشرطه، وحكى له الوضع بالتفصيل وقال له على حوار فتيات الليل اللي بتختفي. المحقق صاحبه لما سمع منه الكلام ده اهتم بالموضوع وجاله جري، وقعدوا الاتنين يتكلموا ويتناقشوا مع بعض، والاتنين عملوا خطه علشان يمسكوا المجرم ده، واتفقوا ان هما فعلا هيودوا له بنت ويمشوا ورا البنت دي وهم متخفيين علشان يشوفوا شكله، يستدرجوه بمعنى اصح. وجابوا فعلا فتاه من اللي شغالين في الكازينو وادوها تليفون وقالوا لها انت هتقابل الراجل في المنطقه الفلانيه. هم ما عرفوهاش اي حاجه، قالوا لها انت هتروح هناك وادوها التعليمات بس. وفعلا البنت خدت منهم التليفون وراحت هناك علشان تقابله في المكان المحدد. واول ما وصلت قام الراجل ده رنن عليها وقال لها انا مش عايزك، ارجعي، من قبل حتى ما يقابلها. اول ما البنت رجعت وبلغت المحقق وصاحب الكازينو استغربوا وقالوا ايه ده، هو كشفنا ازاي؟ بس لسه ما خلصوش النقاش بتاعهم، لقوا الرقم بيرن برضو، اللي هو المجرم بيرن على صاحب الكازينو. فصاحب الكازينو فتح وقال ايوه. قال له البنت اللي انت كنت بعتها لي طويله، انا مش عايزه طويله، ابعت لي واحده قصيره. قال له حاضر تكون عندك في نفس المكان. قال له ايوه في نفس المكان. قال له تمام، وقفل معاه. وبالفعل بعد لحظات جابوا بنت قصيره من اللي شغالين في الكازينو وادوها نفس التعليمات وبعتوها لنفس المكان المحدد. لكن المره دي بقى المجرم قابلها ووقف اتكلم معاها من بعيد. كان المحقق وصاحب الكازينو واقفين بيراقبوا الوضع، واول ما شافوا شكله واتاكدوا ان هو فعلا، قاموا جايين خارجين من العربيه جري ومسكوه كتفوه. فضلوا ماسكينه وبيحاولوا يثبتوه، والراجل عمال يعافر بقوه، كان بيعافر لدرجه ان هو عمال يشدهم بايده الاتنين. لكن المحقق في الاثناء دي اصلا كان طلب الدعم، كان قوي وبيعافر قوي. لكن لحسن الحظ وصلت قوات الدعم بسرعه وكلهم هجموا عليه. وهم هاجمين عليه الراجل كان عمال يجرهم. متخيلين الراجل كان بيقاوم ازاي؟ هل ده راجل طبيعي بيقاوم علشان حاجة هو ما عملهاش؟ أكيد الراجل ده وراه حاجة خطيرة جدا. لكن في النهاية قدروا إنهم يسيطروا عليه ويكلبشوا إيده وخدوه معاهم للقسم ودخلوه غرفة التحقيقات. الراجل ده كان اسمه يو يانج تشول وعنده 34 سنة. يو قاعد في غرفة التحقيقات وكان حواليه 3 محققين و4 ضباط و2 دكاترة نفسيين، كلهم قاعدين حوالين يو وبدأوا التحقيق معاه. أثناء التحقيق يو كان قاعد بارد مبتسم، إيده متكلبشة قدامه، قاعد ما بيتكلمش، بارد. فرئيس المحققين دخل وقال له انت مش عايز تنطق ليه؟ وقام جاي ضربه بالقلم على راسه من ورا. فيو بص له كده وكز على اسنانه. قام رئيس المحققين قال له طب بص لي كده ليه؟ انطق، وجاي خبطه خبطه قويه تاني على دماغه. هنا بقى الوضع اتغير خالص، يو اتحول 180 درجه. قام جاي واقف من على الكرسي بتاعه وبأعلى صوته قام جاي مزعق في المحققين وقال لهم ايه يا شويه كلاب، عايزين نعترف، عايزين اقول لكم ان انا قتلت كذا وكذا وكذا علشان تترقوا. هنا المحققين بصوا له باستغراب كده وادركوا انهم هيعرفوا يطلعوا منه اعترافات بكل سهوله. ده راجل سريع الاستفزاز، ده انت حبيبنا تعالى. وعلى طول قام واحد من المحققين راح عنده وراح جاي خبطه بالكف على وشه وقال له ها هتتكلم ولا لا؟ قام يو قال له يا ملعون ما تمدش ايدك، انا غضب من الالهه، ربنا نزلني على الارض علشان اعاقب الاغنياء وعاقب الساقطات اللي هم فتيات الليل، ولو انتم مفكرين انكم هتقدروا عليا فمستحيل، انا جاي من عند ربنا والعياذ بالله طبعا يعني. هنا المحققين لما سمعوا الكلام ده منه، انا غضب جاي من الالهه، احقق العداله وانتقم من الاغنياء ومن الساقطات اللي هم فتيات الليل، ده انت اعترفت على نفسك بقى، خلاص احنا اتأكدنا انت السفاح اللي احنا بندور عليه من سنة 2003. ده انت تحكي لنا بقى بالتفصيل كل حاجة. في الأثناء دي يو بدأ ان هو يهدى وياخد نفسه وقال لهم انا مش هتكلم، انا هتكلم بس في وجود امي، هاتولي امي هنا وانا هتكلم. وبالفعل المحققين راحوا لامه وقالوا لهم احنا قبضنا على ابنك ومحتاجينك معانا في المركز. الام ردت عليهم وقالت لهم عمل ايه تاني؟ طيب انا جاي معاكم. وفعلا خدوا الام ودخلوا بيها غرفة التحقيقات. واول ما دخلت وقعدت قدام يو بص لها كده وقال لها
بص يا أمي، أنا قتلت عشرات الأشخاص وقتلتهم بطريقة وحشية وبدم بارد. أول ما أمه سمعت الكلام ده أغمى عليها من كتر الصدمة، ما كانتش مصدقة اللي هو بيقوله. هي كانت عارفة إن وراه مصيبة بس مش للدرجة دي، وعلى طول أغمى عليها وخدوها جري للمستشفى. وبعد ما هو شاف أمه في الوضعية دي بدأ يعترف للشرطة بالتفصيل على كل الجرائم اللي عملها. بيقول للشرطة إن أنا بدأت سنة 2003. الأول كنت بستهدف بيوت الأغنياء، أراقبها الأول من بره وأشوف تحركاتهم وحدد الهدف، وبعدين أقتحم البيوت وأخلص على الضحايا بتوعي. أما بالنسبة لفتاة الليل اللي اختفوا قريب فكنت بطلبهم عادي جدا يجوا لي الشقة، وبعدين نعمل حاجات، وبعد ما نخلص أدخلها الحمام وادخل وراها خلص عليها. المحققين سألوه ايه أداة الجريمة؟ ايه الأداة اللي كنت بتستخدمها علشان تفرتك جمجمة الضحية كده؟ قال لهم كنت بستخدم مطرقة، ولكن انا كنت قاصصها، كنت مخليها قصيرة علشان اعرف امسكها، فعلشان كده الخبطة بتاعتها كانت بتأثر قوي. بيكمل للشرطة بيقول لما فتاة الليل تدخل الحمام اخلص عليها، وبعد ما اقتلها كنت ببدأ أتخلص من الجثة، وده عن طريق إن أنا بجيب منشار وببدأ أقطع أجزاء الجثة حتت صغيرة. ما أنا مش عارف أتخلص بيها كلها حتة واحدة، لازم أنا أقطعها، وعلشان أقطعها لازم أنا أكون دارس تشريح كويس. فجبت كتب من كتب التشريح ودرستها وبدأت إن أنا أطبقها على الضحايا. لما كنت بقطعها خلاص وخلص جريمتي كنت بقوم حاططها في أكياس سمرة، وأنزل بالأكياس دي أوقف تاكسي وأحط الأكياس في الشنطة واركب معاه، واخلي التاكسي ياخدني لمنطقه معزوله، ولما اوصل للمنطقه المعزوله دي ادفن الضحيه. يعني متخيلين بجحته؟ كان بياخد الضحايا في تاكسي. بيكمل وبيقول لما كنت بدفن الضحيه كنت بحط فوقها علامه عباره عن غطا بلاستيك كده، وده علشان احدد المكان اللي هي اندفنت فيه علشان ما اجيش احفر فيه بعد كده، اكون عارف ان ده مكان انا حفرت فيه ودفنت فيه فادفن في اللي جنبه. المحققين قاعدين بيسمعوا مصدومين من اللي قدامهم ده مش بني ادم عادي، ده شيطان وحش بشري. كده يو اعترف على نوع الجرائم الأول اللي هو بتاع الأغنياء والأثرياء، ونوع الجرائم الأخير اللي هو بتاع فتيات الليل. فاضل النوع التاني اللي هو عبارة عن النساء اللي كانوا ماشيين في الشارع لوحدهم وحد بيجي من ظهرهم يخلص عليهم. فلسه المحققين والضباط هيسألوه عن نوع الجرائم ده، فجأة يو دخل في حالة صرع وبدأ يتشنج وبدأ ينزل رغاوي من بقه، دخل في حالة هستيرية كان بيموت حرفيا. على طول المحققين جابوا المسعفين ولحقوه فوقوه. هنا يو قال للشرطة طب حتى فكوا ايدي علشان اقدر ارتاح اخد نفسي. فعلا المحققين لما لقوا الوضع كده فكوا له ايده وخلوه قاعد من غير كلبشات في غرفة التحقيق، وقالوا له خلاص احنا هنسيبك ترتاح وشوية وهنيجي نكمل تحقيق معاك. سابوه قاعد في الأوضة وكان معاه محقق قاعد قدامه ومحقق قاعد جنبه ماسك اللابتوب بيسجل كل الحاجات. المحقق اللي كان قاعد قدامه فجأة قام ساب الأوضة ومشي علشان يعمل شوية إجراءات. فيو بص جنبه لقى المحقق اللي قاعد على اللابتوب مشغول مش منتبه له، فقام جاي قايم من على الكرسي واتمشى وخرج من غرفة التحقيقات من غير ما حد يلاحظه، ومشي في الطرقة وكان ماشي حافي، مشي في الطرقة ونزل على السلالم ومن غير ما حد يوقفه ولا حد ياخد باله خرج بره القسم. الساعة وقتها كانت 1، الاسم يعتبر شبه فاضي. خرج بره الاسم، انتوا متخيلين؟ بكل سهولة هرب. المحقق اللي قام رجع تاني لغرفة التحقيقات ملقوش موجود، انصدم وفورا قام جاي ضارب جهاز الانذار وبلغ كل الشرطة والمحققين. الدنيا في لحظات اتقلبت، ازاي الراجل ده هرب وخرج منكم كده بالسهولة دي؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ مين اللي كان بيراقبه؟ وخلينا اقول لكم ان وقتها الشرطة كانت داخلة في حالة هستيرية، الدنيا اتقلبت حرفيا. اكبر مطلوب في كوريا الجنوبية كان بين ايديهم وهرب بقى حر. المحققين والضباط بدأوا يدوروا عليه في كل مكان وكان قلبهم مرعوب لأن الراجل ده خلاص مفيش أي حاجة تانية بقالها. الشرطة عرفت هويته وعرفوا شكله، ممكن يخلص على أي حد في أي لحظة بشكل عشوائي، مفيش أي حاجة بقى عليها يعني كل حاجة خسرها. فكان الضباط بيدوروا وهم في حالة رعب، واستمر التدوير طول الليل عمالين يدوروا شوية هنا شوية هنا شوية هنا وملوش اي اثر. ففي محقق اسمه كيم خد مجموعه من الضباط وطلعوا على منطقه موجوده في كوريا الجنوبيه اسمها المنطقه الحمراء. المنطقه دي مشهوره انها مليانه كازينوهات وكلها فتيات ليل. المحقق كيم قال اكيد القاتل اللي هو يو هيروح المنطقه دي لان المنطقه دي فيها فتيات ليل كتير، وفتاة الليل بالنسبه ليو
ضحايا سهلين، كان بيخلص عليهم بكل اريحيه ويدفنهم بكل برود وبكل اريحيه، فاكيد هيكون موجود في المنطقه الحمراء. وبالفعل طلعوا على هناك وبداوا يدوروا في كل مكان باقصى جهدهم، ويمر الوقت لحد ما طلع الصبح طلع والناس بدات تروح لشغلها والشوارع اتملت ناس. وفجاه في ضابط من الفريق ده لاحظ يو ماشي وسط الناس عادي، ماشي وسط الناس وبيتعامل عادي. على طول الضابط ده صرخ وقال اهو لقيناه بسرعة تعالوا. والحمد لله مسكوه تاني وقبضوا عليه وطلعوا بيه تاني على مركز الشرطة. في الأثناء دي كان المحققين والضباط حاسين براحة نفسية مش طبيعية، لأنهم كانوا خايفين زي ما أنا قلت لك إن هو يقتل، ولو قتل حد تاني هتكون دي غلطتهم في ذنبهم هم. وفعلا يو لما قبضوا عليه تاني ودخلوه غرفة التحقيقات قال لهم كويس انكم لحقتوني قبل ما اموت حد، انا كنت ناوي اموت 100 شخص مره واحده. المحققين في الاثناء دي بداوا يكملوا معاه تحقيق، ويو كان متعاون جدا معاهم وبيشرح لهم كل الجرائم اللي ارتكبها بكل فخر، يقول لهم انا العداله وانا عملت كذا وعملت كذا، وبيدوهم تفاصيل التفاصيل. شرح لهم كل جريمه بالتفصيل الممل بكل تفاخر. فالمحققين قالوا له طيب بالنسبه لنمط الجرائم التاني اللي هو عباره عن النساء اللي ماشيه في الشارع وبتطلع عليهم تخلص عليهم بسكينه، انت اللي عملت كده؟ قال لهم ايوه انا ارتكبت النوع ده برضو من الجرائم. قالوا له طب ليه غيرت طريقتك؟ انت بتموت بمطرقه انما دي سكينه ودول ناس ماشيين في الشارع. قال لهم والله مزاجي، التغيير مطلوب عادي يعني، مزاجي كده. عايزكم تفتكروا الحته دي كويس قوي بتاع نمط الجرائم اللي من النوع التاني بتاع الحريم اللي في الشارع، علشان هنحتاجه في اخر الفيديو. فالمحققين قالوا له طيب احنا عايزينك بقى تاخدنا للاماكن اللي دفنت فيها فتيات الليل. قال لهم عينيا يلا بينا. وبالفعل المحققين خدوه وطلعوا بيه على منطقة جبلية، وبدأت عملية استخراج الجثث. كانت عملية ضخمة جدا وحضرها عدد كبير من الصحفيين وعدد كبير من المراسلين والضباط، كانت الدنيا مقلوبة. وخلينا اقول لك انهم كانوا كل شوية يحفروا في منطقة ويطلعوا اكياس سمرة، كل شوية يحفروا في منطقة ويطلعوا اكياس سمرة. الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي فيديوهات حقيقية متصورة ليه حقيقية. طلعوا كميات ضخمة جدا من الاكياس السمرة والجثث، وكانوا كل ما يطلعوا كيس اسمر كان يقول لهم قصة الكيس ده بالتفصيل، هو عمل ايه مع الضحية دي بالتفصيل وازاي قطعها وازاي كل حاجة، وبيحكي ده بكل فخر وبكل كبرياء. واثناء عملية استخراج الجثث الضباط سمحوا له ان هو يتكلم مع الصحفيين، والفيديو اللي هيتعرض ده صوته الحقيقي وهو بيتكلم مع الصحفيين. 여성들이 함부로 뭐 몸을 놀리거나 하는 일이 없었으면 하고 위층들도 좀 각성했으면 합니다. بعد عملية الحفر دي الشرطة على طول خدوا بعضهم وطلعوا لشقته. لما دخلوا الشقة لقوا الشقة نظيفة ما فيهاش أي حاجة، ظاهريا نظيفة ما فيهاش حاجة. فدخلوا الحمام برضو الحمام نظيف ما فيهوش أي حاجة، ولكن المحققين والخبراء الجنائيين معاهم مادة بتكشف آثار الدم، حتى لو الآثار دي اتمسحت نهائي هتكشف إن المنطقة دي كان فيها دم. فالخبراء الجنائيين رشوا المادة اللي معاهم دي في الحمام كله، وانصدموا من كمية الدم اللي كانت موجودة هنا. في كل حتة حرفيا في دم. الخبراء الجنائيين قالوا اللي كان عايش في الشقة دي مش بني آدم، ده شيطان. بعد تفتيش الشقة لقوا المطرقة اللي كانت أداة الجريمة في الجرائم الأولى والجرائم رقم 3 بتاعت فتيات الليل. كمان لما فتشوا الشقة لقوا دفتر رسومات ليه، وكان رسمه كويس الصراحة. وفي صفحة من الصفحات كان راسم نفسه بشخصيتين، شخصية عادية وشخصية الشيطان. المهم الشرطة خدوا المطرقة وبعتوها للمعمل الجنائي والطب الشرعي، وقالوا لهم احنا محتاجين تخرجوا من المطرقة دي كل الأحماض النووية اللي عليها، أي حمض نووي عليها خرجوه. وفعلا قدروا يخرجوا كمية أحماض نووية كانت مرتبطة بجرائم الأغنياء وجرائم فتيات الليل، اللي هو نوع الجرائم الأول ونوع الجرائم الثالث. وده يأكد إن هو السفاح اللي ارتكب جرائم الأغنياء وجرائم فتيات الليل. بس القضايا اللي ما كانوش عارفين يمسكوا عليها دليل واحد هي القضايا اللي موجودة في النص، اللي هي البنات اللي ماشية في الشارع ويطلع لهم حد يخلص، مش عارفين يمسكوا دليل فيها، حتى مش لاقيين أداة الجريمة. كل اللي هم واخدينه اعترافاته، بس فين بقى الدليل على اعترافاتك دي؟ مش موجودة. حتى لما جم سألوه عن السكينة اللي كان بيخلص بيها على الضحايا دول قال لهم أنا رميتها، بس خلاص طالما أنت اعترفت فالقضية بتاعتك. لكن اللي الشرطة بقى ما كانوش عارفينه، واللي أنا عمال أقول لك كمل الفيديو علشانه، إن يو ما كانش مرتكب الجرائم دي أصلا، ولا نوع الجرائم ده كان بتاعه. خلينا أقول لك
ان كان في سفاح تاني موجود في نفس الوقت. طبعا دي حاجة مستحيل انها تحصل، سفاحين وقاتلين متسلسلين موجودين في نفس الوقت، حاجة مستحيلة. ولكن كان في سفاح وقاتل متسلسل تاني، والسفاح ده كان اسمه جون نام جيو. السفاح ده الشرطة تقبض عليه قدام سنة 2006، يعني بعد سنتين من القبض على يو. طب السؤال هنا، هو ليه يو اعترف ان هو اللي ارتكب الجرائم دي مع ان هو ما عملش كده؟ ركز معايا، لما يو كان بيتحقق معاه في ضابطين دخلوا له قالوا له انت كده كده خربانه معاك خربانه، فتعترف على الجرائم اللي من النوع التاني ده وخلاص، ما انت كده كده الدنيا معاك بايظه، شيلها يا عم معاك بالمره. فيو قال لهم لا طبعا، ليه اعمل كده؟ انا ما اعترفش على حاجه مش بتاعتي، كنت بس بقتص من الاغنياء ومن الساقطات. قالوا له عشان انت لو اعترفت كده ابنك اللي انت راميه مع مراتك هندخله لك جامعه نظيفه وهنصرف عليه، انت كده كده تبقى مرمي في السجن، ها ايه رايك؟ قال لهم خلاص هعترف. وده كان السبب. انتوا متخيلين الشرطه في كوريا كانت بتعمل ايه؟ حاجه غريبه كده ملهاش اي تفسير. المهم بعد الاعترافات دي اتحكم على يو بالاعدام بتهمه قتل 20 شخص، وانا متاكد مليون في الميه ان هو قتل اكتر من كده بكتير. بعد الحكم عليه بالاعدام فضل محبوس لحد يومنا ده، يعني هو في السجن لحد يومنا ده ما تنفذش فيه حكم الاعدام، على الرغم ان قانون الاعدام موجود في كوريا الجنوبيه، يعني القانون موجود ممكن ينفذوه في اي وقت. ولكن اخر عمليه اعدام نفذوها كانت سنه 1997، يعني الى يومنا ده القاتل ده لسه عايش موجود في السجن. كده تكون خلصت قصتنا الطويله، اتمنى تكونوا استمتعتوا، واستنوا الفيديو الجاي وبس كده.